باشمهندس رامي، هندسه. استاذ احمد، هي العربيه ديت صح؟ اخبار حضرتك ايه؟ متاكد اللي هي يعني اصلا في حاجه الحمد شبه؟ لله، اللهم لك الحمد يعني. طيب ما شاء الله العربيه رجعت كويسه وكل حاجه، بس عادي اي سمكري ممكن يطلع عربيه كويسه. طبعا، واحسن يعني مننا كمان. واحسن مننا طبعا. اللي بيميزك عن بره اللي شايفك بتقيس الدهان. فهمني بس فكره الجهاز عشان المشاهدين ما بيبقوش عارفين انت بتعمل ايه يعني ايه. طيب ورينا كده قبل ما عملي. نتكلم عن الحادثه طيب. خلينا نتكلم على فكره الجهاز. حلو. مؤخرا شويه انتشر فكره لفظ المعجون اللي فيه براده حديد. تمام. دي شائعات. بالظبط. شائعات مجرده. في ناس كتير بتتكلم على الموضوع ده. كتب لك في الكومنتات الكلام دوت قبل كده اللي انت حصل. بتحط عشان الموضوع اللي انت ايه بتحط القلم، فالقلم بيروح طالع على الاخضر، بالظبط. فبيقولوا اللي انت حاطط براده. فخلينا نتفق على حاجه، هو احنا بنستخدم نفس التقنيه اللي بيستخدمها مهندس الفحص في المرور. ده القلم بالظبط. طيب فلما لقينا الناس لا هو الكلام ده اصلا منطقي؟ طبعا خلينا نقول عشان برضه في ناس ممكن يحصل؟ ممكن يحصل طبعا. خلينا نقول ان في ناس كان عندها بعض الشكوك وده حقها، لان ده فعلا في ناس بتجيب براده حديد بتحطها في المعجون فتخلي القلم يمسك في العربيه. جميل. لكن النهارده الجهاز لما بيجي يبص الجهاز ما بيكذبش. الجهاز ما بيكذبش. بالظبط. فهمنا بقى فكره تمام. الجهاز. ادي العربيه دي شفتوا الحادثه عامله ازاي؟ تمام. وادي ده السقف. السقف ده اصلا كده الفابريكا مش انت اللي راسه. وشفنا هنا القياس عامل ازاي. هو الكلام هنا ان انت بتستخدم ايه التقنيه اللي انت بتستخدمها عشان توصلك لنفس السماكه بتاعه الفابريكا. انت لسه برضه ما شرحتش. طيب هقول لحضرتك الشرح بالظبط. احنا عندنا النهارده الفابريكا بيبقى ما بين درجه الواحد لل10. حلو قوي. ايوه هو الكلام ده بالظبط. النهارده طيب في معيار لاي جهاز، سواء جهاز رخيص اللي هو حتى ب 500 جنيه او الجهاز ابو 15000 جنيه. حلو. هو ليه معيار. جميل. على الجهاز بتقيس عليه. جميل. عشان تاخد درجه السماكه بتاعه الفابريكا. حلو. تمام. ماشي. بس كده. وبتبتدي انت تقيس. انت طول ما انت شغلك من 1 لحد 10 انت العربيه دي فابريكا. طيب هتيجي تقول لي ما هو ده غش. لا، الغش هنا يرجع للي بيبيع العربيه. هو يقول انا راشش العربيه بس انا راششها بنفس الجوده والكواليتي بتاعه المصنع. هتقول لي ازاي؟ ادي هنا اسمح لي معلش مش عارف الكاميرا هتجيب. ادي العربيه المرسيدس ديت وادي العربيه الجيب. هتلاقي الماده اللي مستخدمه على العربيه مختلفه تماما عن موضوع الفيلر. دي حاجه اسمها ايبوكسي. الايبوكسي ده نو كثافه. هو ده اللي بيطلع الباقي، هو ده اللي بيظبط الموضوع. بالظبط. طبعا قبل الكلام ده كله السمكره. نيجي بعد كده للايبوكسي اللي هو بديل الفيلر. حلو. تمام. ونيجي للدهانات. الدهانات يا جماعه البويه نفسها قلنا قبل كده وهنقولها تاني، البويه ما فيهاش سماكه، السماكه بتبقى في الورنيش. انت بتستخدم انهي نوع ورنيش؟ او المعجون. بس المعجون طبعا ده موضوع لازم يبقى فيه لو كثافه. هو يعني ايه سمكري ضعيف فبتاع الدهان بيلم وراه بمعجون. بالظبط. بس برضو خلينا عشان برضو نوضح للناس في شغل في السمكره خلاص هو بيبقى الصاج جاب الاخر بتاعه، فممكن يحتاج احنا بنسميها في الشغلانه بتاعتنا قشره جرد. لكن مش ان انا اجيب بقى المعجون بالظبط. طيب برضو ما شرحناش الجهاز عملي. انا طيب. عايز الجهاز. انت العربيه كانت مخبوطه في كذا حته. بالظبط. ده كده 6 وهنا 5. ادي هنا السقف. تمام. ماشي. ادي هنا بقيه العربيه اهي. تمام. 8. ده مش انت اللي رش. لا بقيه العربيه هي الفابريكا بتاعتها. يعني الفابريكا كده بالظبط. احنا اشتغلنا فطالما نطلع من 1 ل10 كده انا بنسميه في نطاق الفابريكا. حلو قوي. تمام. اخدك بقى على الحته اللي انا عاوزها. اتفضل. انت العربيه كانت عامله حادثه في الوش بالظبط زي ما فرجنا الصور. بالظبط. ممكن تقيس لي بقى في كذا مكان. طبعا 4. حلو قوي. ده 4 ده احلى من السقف والباب. 4 ده انت عدلت على المصنع. تمام. هي الفكره يا استاذ احمد، انت بتستخدم ايه والطريقه بتاعه استخدام المواد عامله ازاي. أيوه. تمام. هو ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالحمد لله رب العالمين بصناعيه محترمين بيراعوا ربنا في شغلهم. واحنا عندنا شعارنا العميل شريك. حلو. مش مجرد عميل انا بستنزف منه امواله بس. سؤال كنت سالته لي المره اللي فاتت وسالته لي قبل ما نطلع اللايف دوت ليه بيقولوا عليا ان انا غالي. الفكره والله تاني مش ان انا غالي. سالتك السؤال ده. هي انت بتستخدم ايه فثمنه كام. وعندك الغالي وعندك الرخيص. بالظبط. لكن صح. النهارده ما في اللي هو انا ما بحبش اقول لفظ الشغل الشعبي لان كلنا في الاخر احنا من احياء شعبيه يعني. هي الفكره ان انت عايز شغل حد شغال اوبر شغال هو مش فارق معاه العربيه تطلع فابريكا ولا فارق معاه العين دي قبل العين دي. ده موجود وده موجود. وعلى قد ما اقدر هرفع في الكواليتي بتاعتي بقدر المستطاع ابقى افضل من اي خدمه ممكن تاخدها في مكان تاني. وعلى راسنا. ده مبدا اكيد طبعًا. موجود عندنا. طبعا. شكرا هندسه وكنت الف خيرك وجزاك الله خيرا وربنا يزيدك يا باشا. امين يا رب وربنا يستر طريق الناس كلها. يا رب يا رب. شكرا.